اول ما بنيجي نسافر كلنا بنفتكر الواقي الشمسي او السان سكرين بتاعنا. اوقات لما نروح نشتري اللي عليه عرض عالي، بس تعالى اقول لك الفرق ما بينهم. لما بنروح نشتري السان سكرين بتاعنا بيبقى مكتوب عليه 3 حروف SPF Sun Protection Factor، عامل الحماية من الشمس. اللي مكتوب عليه بقى SPF 50 ده تقريبا بيحميك 98%. كل ما الاس بي اف بيعلى كل ما درجة الحماية بتعلى. بص يا سيدي، لو انت مش قاعد في الصحراء ولا قاعد على البحر طول اليوم، فالاس بي اف 30 اللي هو بيحميك 97% هيكون مناسب. الاطفال جلدهم حساس، يفضل نستخدم الاس بي اف عالي ويكون مناسب لجلد الاطفال. في سان بلوك بيبقى مكتوب عليه واتر ريزيستنس، ده يفضل انك تجيبه لو هتنزل ميه بالسان بلوك، لان هو بيقعد على الجلد فترة أطول. لو جلدك حساس اختار الصن بلوك اللي فيه زنك. يفضل انك تدهن الصن بلوك قبل ما تطلع للشمس ب 15 دقيقة وتعيد ده كل ساعتين. ومفيش حاجة اسمها مرة كفاية. خليني اقول لك، واقي الشمس مش رفاهية، ده خط الدفاع الأول للجلد. في ناس بيبقى جلدها حساس لدرجة انها بتحتاج واقي للشمس كل يوم. المهم خد بالك من نفسك ومن عيلتك. لو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات. أنا بيتر واصف، صيدلي مصري من شبرا عايش في كاليفورنيا، ودي شبرا فونيا. أشوفكم الفيديو اللي جاي.